نعمل بقى النهاردة شوية شاورما كده، أكل سريع كده وبسرعة ما ياخدش مننا وقت في المطبخ. هنعمل مع بعض الشاورما بطريقة سهلة ومختلفة خالص. هنجهز كده بولة هنضيف فيها طبعا زي ما بقول لكم كده احنا جايبين نص كيلو لحمة، جايبينها من عند الجزار متقطعة شرايح للشاورما. طبعا انا ضفت بصل وزيت، مية بصل ومية وزيت، وضفت ليمون وهقلبهم كويس جدا. وبعد كده نبدأ بقى بالبهارات: ملح، هنضيف فلفل اسود، رشة من القرفة، شطة، نص بابريكا مدخنة وده اختياري، كمون، توم باودر وبصل باودر، وهنا كزبرة وسبع بهارات ورشة من جوزة الطيب. وهنضيف اخر حاجة حبهان. هنروح نفتحه كده وبعد كده نضيفه البهارات اللي انتي حباها تضيفيها براحتك خالص. طبعا انا ضفت من كل حاجة نص معلقة صغيرة اللي هي معلقة الشاي. دي اخر حاجة كانت توم البودر. وهقلب كل ده وبعد كده هنزل باللحمة بقى. يا ريت نعملها من بالليل تبقى افضل واحسن طبعا. بس طبعا انا عملتها وسبتها حوالي 5 ساعات كده في التلاجة. هقلبهم بايدي كده علشان خاطر كله يشرب من التتبيلة زي ما انتم شايفين اهو. هسيبهم بقى كده مع بعض وخلاص. طبعا هنا انا كان عندي حتة ليا ده هبدأ اعمل بيها. طبعا بعد ما عدى كده حوالي 5 6 ساعات سخنت الطاسة كده وهقطع الليا واسيبها لغاية ما تنزل الدهون اللي موجودة فيها. وبعد كده هشيلها. طبعا هنزل الشاورما كده حبة حبة، مش هنزلها كلها مرة واحدة عشان ما تنزلش المية زي ما انتم شايفين كده. ومش هقلب، هسيبها لغاية ما المية تنشف اللي حواليها. طبعا هنقلها في طاسة تانية لان الطاسة كانت صغيرة. طبعا هي فيها كل البهارات. طبعا مش هضيف اي حاجه غير الخضار. طبعا مجهزه بصل، طماطم. عايزه اقول لكم الطماطم بدون بذور، يعني انا قطعتها وشلت البذور اللي جوه. كزبره. هننزل هنا في الدهون اللي نازله كده من اللحمه، هننزل فيها البصل ياخد تشويحه كده. وبعد كده ننزل بقيه التوابل، اسفه بقيه الخضار. طبعا احنا متبلينها وفيها الليمون وفيها البصل وفيها كل حاجه. هنضيف بقى فلفل حار، ده طبعا اختياري وبراحتنا خالص. وزي ما قلت لكم اللي هي البابريكا المدخنه دي اختياري، لو مش موجوده مفيش مشكله منها. بعد كده اضيف اخر حاجه هي الكزبره. ويبقى الف هنا وشفا. وهي كده خلصت. عايزه اقول لكم ما خدتش وقت مننا خالص في المطبخ، مفيش اكتر من 5 دقايق. طبعا زي ما انتم شايفين كده هنجهز بقى عيش بلدي، اي عيش عندك اللي تحبيه. طبعا انا مجهزه طحينه. وهبدأ بقى املى السندوتشات كده من الشاورما. عايزه اقول لكم تحفه بجد وطعمها حلو جدا. وبعدين ما خدتش مننا وقت في المطبخ. وبس كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.